المنطقة نفسها منطقة مقدسة منذ عصور ما قبل التاريخ. احنا بنقول ان كانت في الأسطورة المصرية القديمة التي تحكي عن الصراع الأزلي الأبدي من وجهة نظر الديانة المصرية القديمة بين كل من رمز الخير المعبود أوزير ورمز الشر المعبود ست. طب خلاص هو ست قتل أوزير في الأسطورة، يبقى المفروض كده خلاص الحياة انتهت، لأن احنا على حسب فلسفة الديانة المصرية القديمة إن الصراع بين الشر والخير دي حاجة ايه بتحفظ التوازن في الحياة الأولى. يعني أنا بقول إن الشر انتهى، طب يبقى خلاص كده الدنيا بالنسبة لي انتهت. لا، الشر عمره ما هينتهي، لأن أنا من غير الشر مش هعرف الخير، ومن غير الخير مش هعرف الشر. فكانت الأسطورة في جزء منها بيقول إن بعد أن تم قتل المعبود أوزير عندما تم دعوته بواسطة المعبود ست إلى إحدى الحفلات المقامة في منزل المعبود ست، وتم صناعة تابوت من الذهب على نفس مقاس المعبود أوزير، وأعلن ست أثناء الحفلة أنه من يناسب حجمه هذا التابوت سيكون له هدية. فطبعا كان جرب المدعوين الآخرين فما كانش يناسبهم. بمجرد ما دخل أوزير هذا التابوت تم غلق التابوت وتم حدفه في النيل في المرة الأولى، وتم سفره إلى الخارج. ويقال أن إيزيس بسحرها، وكانت هذه الزوجة المخلصة والوفية للمعبود أوزير، بدأت بنوع من السحر تصنع أجنحة وبدأت تعود بأوزير مرة أخرى. بعد كده قرر ست قتل أخيه أوزير وتقطيعه إلى 14 قطعة. بدأت إيزيس في البحث وتجميع الأجزاء إلى أن تبقى جزء واحد مهم جدا، وده اللي تم العثور عليه في منطقة فيلة على وجه التحديد. وبعد ذلك تم إعادته إلى المعبود أوزير، وتجمعت إيزيس مع أوزير في جزيرة فيلة نفسها لتحمل بالطفل المقدس بنسميه الابن المنتقم لأبيه اللي هيصبح ملك مصر العليا والسفلى اللي هو المعبود حورس. وعاد مرة تانية إلى الصعيد عشان يتولى حكم البلاد خلفا لأبيه أوزير وانتقاما من عمه ست. فمن هنا نقدر نقول ان المنطقة منطقة مقدسة، والتقديس هنا جاي من ناحية الوفاء. لما نلاقي الزوجة وفية بهذا الشكل لهذا الزوج حتى بعد وفاته، مش مجرد في الحياة بس، وقوفها بجانب ابنها حورس ده يدل برضو على مدى الوفاء بتاع الزوجة لزوجها نفسه.